عليك. سهيل. الله عليك. زين احكي لي عن آلة الرق. يعني شوي احكي لي عنها، نبذة عنها، احكي لي شلون تعلمتها، شلون الطريقة تكون صعبة سهلة، ايش قد كانت المدة؟ اكيد يعني تعرفين هاي الآلة يعني لها تمارين خاصة بالاضافة للمسكة الآلة وطريقة العزف على هاي الآلة. يعني آلة مهمة جدا وآلة صعبة جدا بالنسبة للآلات الإيقاعية. بالإضافة يعني تعرفين يعني درست الإيقاع وليس فقط موهبة. يعني حتى في أوزان يعني دائما نستخدمها في المقام العراقي، مثلا إيقاع اليقرق هو 12/4 أو إيقاع السنجين سماعي هو 6/4. يعني هاي شوية يعني إيقاعات الصعبة. إيقاع السماع يعني السماعي يعني تعرفين، فأنا أخذته بشكل أكاديمي لهذه الآلة. حلو. وتمرين متواصل يعني كنت باليوم أتمرن 2 3 فقط على هاي الآلة. إيش قد طالت المدة أنت تتمرن عليها؟ يعني لحد الآن أنا أتمرن. يعني صوري صار 20 سنة ولحد الآن أتمرن ولحد الآن. يعني بيها خفايا. أكيد وبيها شغلات لازم تتجدد. طبعا. صح؟ طبعا. والإيقاع تعرفين عنصر صعب ومهم بالموسيقى طبعاً. يعني. زين هسه أني بعيدة عن الفن يعني وما أعرف بالآلات الموسيقية كلش هواية. إذا أجيت أريد أتعلم عليها. نعم. شنو الأغاني اللي لازم أعرفها أو أحفظها وشلون أتعلم عليها؟ أول شيء يعني مو تسمعين أغاني. أول شيء أعطيك أوزان موسيقية أو أعطيك مثلا كتمرين إيقاعي. مثلا تعطيك تمرين احنا نسميه كانوا يختبرونا بالمعهد الدراسات الموسيقيه من كنا نختبر. اول شيء يقول الاذن النغميه والاذن الايقاعيه. حلو. اكو نغم سولفيج مثلا تاراريرا، انت لازم تسوين تاراريرا مثلا. اوكي اذن النغميه ناجحه. بعدين الاذن الايقاعيه مثلا اعطيك مثلا هذا الصفقه لازم تسوي لي اياه، لازم تعيديه ورايا. وضحت الفكره شنو اقصد؟ حلو. زين خلي اشوفها اني. اي ما شاء الله يعني ما مقصره بالشغل. انا مسكه تعرفين. زين اني لاحظتك انت من كنت تعزف عليها. نعم. بايد واحده. طيب هي الاله ثقيله. هو ليش اقول لك يعني يحتاج تمرين ورياضه على هاي الاله، يعني تمرين الاصابع والدم والتك شلون والصنوج ايضا. زين اوكي. هسه انه اذا اجيت اريد اتعلم عليها. نعم. شنو المقومات اللي اسويها وشنو الحركات؟ بعد ما يعني اختبرك قلت لك الايقاع النغم الايقاعي، اذا نجحتي بهذا الشيء بعدين دخلت في مجال شلون تتعلمين الاله. اول شيء مسكه الاله. اعطيني اياها. شلون تمسك؟ هاي مسكه الاله تنزل هيك. هذا اكو مثلا الدم والتك. اوكي. اكو مثلا دم تك. اكو الدم هي بيها هنا ضربة الوسط الآلة هذا الدم. التك طرف الآلة. الطرف الآلة هذا التك. وهذا ايش وقت نستخدمه؟ هذا نستخدمه مثلا في الزغرفة. في الزغرفة مثلا. زين. شو استخدمت هنا على الاصابع؟ انت لازمها بهاي الايد اذا تستخدمها بهاي الايد. انا شو حطيتها؟ يحتاج ليش اقول يحتاج له فاصل، يعني فاز تعرفين مثلا تضربين الدم هنا والتك مثلا باليسرى. اكو مرات يسموها التكنيك لازم شلون عازف الدرامز يفصل صح. بين الرجل وبين صح. نعم. زين هذه الآلة آلة الرق ما دا اشوفها بكثرة بهاي الفترة. ليش؟ اختفت تقريبا او مو كل شخص يشوفها لأنه هي تكون خلف الكواليس. من الآلات اللي واضحة هي عندنا العود، الجيتار، يعني هذه الآلات. زين هذه الآلة ليش بعيدة عن العين؟ تعرفين يعني بالوقت الحالي يعني بسبب المتاحدين وسبب الحفلات اللي نطرحها هذه الايام. تعرفين احنا قبل كان تخ الشرقي يعني ما نقبل اذا مو مثلا 4 ايقاعات. صح. مثلا كايقاع الراق والطبله والدهله والكاتم، يعني هاي الايقاعات. هسه شنو يعني تعرفين مرات المتاحد يقول لك انا شكو جاي مثلا على الستيج خالي فد 15 عازف مثلا كمانات وعود التخت الشرقي، يقول لك انا اجيب عازف اورك وعازف بيركشن هذا الآلة لو عازف كمان. هذا يختصرني عن الفرقه كلها. وحتى حتى لا يلود. اي. وحتى انه يقول لك ليش اني دا اجيب ودا اجيب، فهذه افضل الي. اكيد. فهذا السبب اللي يعني صار قله في عدد عازفين الايقاع. وتعرفين هاي آلة مهمه جدا، يعني الرق مهمه جدا وصعبه، يعني مو اي واحد يقدر يعني يبرز عن طريقات الرق. زين اريد تحكي لي من الاغاني المشهوره اللي تدخل بها هذه الآلة.
هي اكو مثلا سماعيات، اكو لونجات، يعني لها ايقاعات خاصه مثلا 3 4 او يعني شلون اقدر اوصل لك اياها. بس كاغاني يعني اغاني عادي، مثلا ساقدر اغني لك اغنيه مثلا ايقاع سنجين سماعي خلينا نسمع ويرق، وراح اغني لك على شواطئ دجله طالما احنا ببغداد. اوكي. على شواطئ دجله على شواطئ دجله يا منيتي وقت الفجر وقت الفجر. الله عليك. زين، هذه ايش قد وزنها تقريبا؟ وزنها مو هي حسب الصانع وحسب نوعيه الاله. اكو اله الطار مالته يكون خشب، اكو لا هذا يكون حديد، يعني بدي تسمعي هذا اله شوي. الخشب تحسها اخف يعني انا اذا اريد اتعلم لا يحتاج شريشه واسوي اصمم لك اياها على ورق. اي نعم. زين خلي اجرب. اوكي. ولو انه يعني ما انصحني. هي قلت لي هيجي شلون مثل تخلين مثل رقم 8 بالاصبع او 2 هذا تقريبا. هذا راح يكون هاي مسكه. اوكي. وبيع عدة طرق، بس هاي المسكه البدائيه. انا شنو يعني تقدرين الطرق الاحسن بالضبط. يعني شوفي هذا يعني ديش عندي 3 اصابع، هذا وهذا وهذا. شوفين 3 اصابع. والجو هم يعني الجو مثلا بغير تكنيك. مثلا دوم يشرح. بس انا هذه اللازمه ابد لا. يعني شوف هذا التمرين يعني ايش قد يحتاج تمرين تعطين دم نظيف او تك. شوفين وين دا اضغط هسه هنا عم يطلع تك اذا احلى. شوفي شلون صار؟ صح. اختلف التون هنا. الحافظها طبعا يعرف اكثر. هذا صعب جدا. هسه انت من الناس اللي تقول اني ما اقدر اخلي فلان ينزم آلتي، يعني بما انه اني ما اخذتها. لا فدوى بما انه يعني انت مثل حريص على آلتك لو لا؟ طبعا اكيد. يعني لو ما يعني اشوف رقيقه ما اخليش لزمين آلتي. يعني ما تحقد علي بعدين. لا طبعا ايدي على قلبي طبعا. لا الله يحفظ لك اياهن كلهن. تسلمي لي تسلمي. عندي عائله آلات موسيقيه. حلو. هسه قلت لي هيجي دم. ايوه. احتاج فد 20 سنه ضوئيه. بالضبط. زين هسه اريد اسمع اغنيه اخيره. اوكي. منك يعني ايضا على الرق للقناه. للرق. اي. كم يرد لي سمرة قتلتيني، خفي من رب السماء وحدي لا تخليني. يرد لي سمرة قتلتيني، خفي من رب السماء وحدي لا تخليني. امشي على دينك وانا على ديني، صومي 50 وصم 30. يرد لي سمرة قتلتيني، خفي من رب السماء وحدي لا تخليني. حبنا الله ولا تقولون، دخيل الله ولا تقولون، سعاد في الناتف اوي دلال، سعاد في الناتف اوي دلال. دخيل الله ولا تقولون، حبنا الله ولا تقولون، سعاد في الناتف اوي دلال، سعاد في الناتف اوي دلال. برافو عليك. شكرا لك، نورتني اليوم. شكرا لكم وشكرا لقناة زاكروس اللي هي دائما مهتمة بالمام نشاطات الفنانين ان كانوا في الخارج وفي الداخل، وشكرا الى جميع الكادر. اليوم هواية تعبناهم يعني. شكرا لك. تسلمي. برنامج انجوي هو يستضيف كل الفنانين وكل الناس الكبار، ومنهم كنت انت واحد من. تسلمي لي، اللي الشرف. شكرا جزيلا. شكرا لكم. نورتني.